عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده حمودي سخن جدا مولع لدرجة ان اطرافه ايده صوابعه ساقعة تلج وراسه سخنة جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين؟ وقاعد كده ولازق فيا زي ما انتوا شايفين كده، وانا اصلا مش قادرة، يعني انا رخرة تعبانة ومش قادرة اتحرك. المرارة موتاني وظهري وبطني مغص فظيع. المهم حبايبي، هو تعبان بقاله فترة، كل يومين كده يتعب يجيله شوية سخونية. يا دوبك بمسكن كده وعمالة اقاوم ومش عايزة اديله حقن. ماشي، عايزة جسمه هو اللي يبدأ يقاوم ويشد ويواجه المرض. لحد بقى ايه، هو بقاله كده يومين، النهاردة التالت سخن خالص، كل يوم سخن سخن سخن، مش ماشي الا بالمسكن. فصعب عليا وقلت اجيب له حقنة مضاد حيوي، سيفتر ياكسون، هو متعود عليها وعلى طول الدكتور بتاعه بيكتبها له. فتعالوا بقى نحضرها مع بعض ونديله الحقنة كده وربنا يكتب فيها الشفاء. الدكتور جاب لنا الحقنة وبعت لنا معاها سرنجتين عشان نبدل السن وكده. نام يا حمودي، نام نام، ألف سلام سلام. فهبدأ أحضر الحقنة معاكم بالشكل ده. أول حاجة هنشيل الغطا ده عشان تبقى جاهزة كده معانا. تاني حاجة هنخرج السرنجة كده بالشكل ده، نطلع بالورقة كده تمام، ونحط لسان في قلب الحقنة. هنراعي إن الشطفة بتاعة الإبرة تبقى، لحظة يا حمودي لحظة، بين الدراعين دول. بصوا في دراع أهو ودراع أهو، الشطفة تبقى في النص هنا كده وشها في النص تمام كده بالشكل ده. ونضغط طبعا على السن كويس جدا ونقفل السرنجة بالشكل ده، ونبدأ بقى نفتح الحقنة بالشكل ده كده، وحتة الإزازة اللي طلعت نحطها في العلبة عشان ما تعورش حد. هبدأ أسحب كل السائل الموجود معايا في قلب الحقنة بالشكل ده تمام. وهجيب البودر بتاعنا، هبدأ أدخله في قلب الحقنة بالشكل ده، وهرج الحقنة كويس جدا جدا. يا ريت بقى ما تنسوش تدعوا لحمودي في الكومنتات وتدعوا لي انا كمان، وتدعوا لكل مريض، اي حد عنده مريض في بيته ربنا يشفيني ويشفي ابني ويشفي كل مريض يا رب. هنرج كده بالشكل ده. معلش بقى انا بصور لكم وانا قاعده كده والله العظيم ما قادره، يا دوبك طلعت من المطبخ حمودي قال لي نفسه ياكل كيكه، فقمت علقت له على شويه محشي، كان عندنا شويه محشي كده، فقمت علقت على شويه المحشي وعملت له صينيه كيكه، وانا طالعه مش قادره خالص. طيب عامه الحقنه دي بتبقى حوالي 5 كام اهي كده تمام. الحقنه كده معانا حوالي 4 سنتي. اوكي، هعمل انا ايه بقى؟ طبعا مش هديله ال 4 سنتي كلهم، هسحب 2 بس واسيب الاتنين بكره ان شاء الله بالشكل ده تمام كده. هطلع كده وابدا اخرج كل الفراغات الموجوده معايا كده. انا سحبت 2 سنتي بس، وال2 سنتي الباقيين هحطهم في التلاجة لحد بكره ان شاء الله. دلوقتي هبدل السن كده، هاخد السن بس معايا بالشكل ده تمام. هعدل السن معايا تبقى الشطفة برضو كده بين الدراعين بالشكل ده، واتأكد ان مفيش اي فراغات معايا بس كده. كده الحقنة جاهزة معانا. هندي بقى فين الحقنة؟ طبعا حمودي دلوقتي لسه ما تمش 3 سنين، فدكاترة بتقول ان هما لحد 3 سنين ياخدوا هنا قدام، وفي دكاترة تانيين بيقول لا 3 سنين ياخدوا ورا عادي. انا عن نفسي هدي دلوقتي قدام في عضلة الفخذ هنا كده في المكان ده. طيب تعرفوا ازاي المكان؟ بتمسكوا الركبة كده، شايفين اهي بتتحرك اهي، هتحطوا صبعين بس هنا كده
وصبعين هنا كده، تمام. من هنا لهنا، من هنا لهنا، يبقى هو ده المكان اللي انتوا هتدوا فيه. هتمسكوا العضلة كده وتدخلوا بزاوية 90 درجة وتتكلوا على الله تدوا الحقنة. بس كده. هنقول دلوقتي بسم الله، وهنجيب حتة قطنة معانا، قطن طبي بالشكل ده، وهنرش عليها كحول. مش عندك كحول حطي اي مادة فيها سبراي، برفان، سبيرتو، اسمه ايه دوت اللي هو كولونيا دي، الخمس خمسات، اي حاجة عندكم فيها اللي هي المادة اللي هي الكحول دي استعمليها عادي. بس كده. دلوقتي هدي لابني الحقنة وارجع لكم، انتظروا. يلا حمودي. يا لهوي ده سخن مولع من جوه، سخن مولع. طبعا هتمسكوا المكان اللي انتوا هتدوا فيه الحقنة وتبدأوا كده تدوا شوية خبطات كده فيه بالشكل ده، كده 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 كده، وتجيبوا القطنة. متخافش يا حبيبي، تمسحوا مسحة واحدة بس كده، وتجيبوا السن معاكوا كده، تجيبوا ايده دي هنا، تمام كده، تمسكوا سن الحقنة وتبدأوا تدوله الحقنة بتاعته، تمسكوها كده زي القلم وتبدأوا تدخلوا معاكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش، تبدأوا تسحبوا، مفيش حاجة خرجت، انتوا كده في المكان الصح. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا بابا بس. لا يا قلب، لا يا قلب، لا يا قلب، معلش 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 يا قلب ماما، معلش. ألف سلام، ألف سلام، ألف سلام، ألف سلام، ألف سلام. بس كده يا حبايبي، كده نكون ادينا الحقنة. يا رب بس بالشفا كده تعمل مفعول ويصحى الصبح خافف يا رب. اهم حاجة بعد ما تدوا الحقنة تفضلوا ضاغطين على المكان اللي انتوا اديتوا فيه الحقنة لمدة دقيقة كاملة، تضغطوا عليها جامد لمدة دقيقة كاملة. واهم حاجة ان انتوا ما تهزوش مكان الحقنة خالص. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بس يا حبيبي، بس يا رحمة، لا يعني بعد الشر عنك، بعد الشر عنك. ايه بيقول ايه؟ مش فاهم عايز ايه؟ الحقنة وحشة؟ هي وحشة فعلا، بس بيقول لنا الحقنة وحشة، هي فعلا وحشة. بس كده حبايبي، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتكتبوا لحمودي الف سلامه في الكومنتات، وتدعوا له كده دعوه حلوه يمكن ربنا يستقبلها منكم، وتشيروا فيديو طبعا لاي حد تحسوه مهتم بالمحتوى دوت. واشوفكم في فيديو جديد وعلى خير، وسلام. بعد الشر، اديله كمادات يا عشان نعمل له كمادات. الكيكة تستوي؟ انت عايز كيكة؟ حاضر، ماشي حاضر. ألف سلامة. ألف سلامة.
زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ايه؟ بتلسع؟ معلش 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 معلش. ايده ساقعة تلج ودماغه ووشه سخنين ملهلبين. ربنا يشفيك، ربنا يشفيك.